المشكله دلوقتي انا بسال سؤال لاي اهلاوي محترم. هو انت بتفرح بالحاجات دي؟ يعني انت دلوقتي لما تاخد مكسب او تاخد دوري او اي حاجه اي بطوله بالشكل ده انت بتبقى مبسوط، بتبقى فرحان، انت بتنام سعيد يعني. ايه الصعب في ان فريق انسحب يتطبق عليه اللائحه زي ما اتطبق على غيره؟ فين الظروف القهريه؟ فين البراكين والزلازل والحاجات اللي حصلت تخليه ان نلاقي له تعديله ولا صرفه نرجع له بيها 3 نقط؟ بص يا باشا، كده الامور اعتقد ان هي بقت واضحه. تأجيل في تأجيل، تأجل في القرار بتاع ال3 نقط ده لحد ما الزمالك وبيراميدز يقابلوا بعض، يوقعوا بعض بقى ونشوف شكل الدوري اتحسن. النهارده الاهلي بيكسب المصري 4، ولا ده اداء من المصري اللي كان الماتش اللي فات واللي قبله بياكل النجيله بلعيبته؟ لعيبه ما بدأتش الماتشات اللي فاتت، بدأت النهارده. لعيبه كانت واكله النجيله الماتش اللي فات واللي قبله، النهارده مش موجوده. فانت كده بتشكل الدوري على كيفك وتشوف لحد ما يتحسم كده، نشوف الاهلي هيوصل لفين ونعمل القرار، الله اعلى واعلم. نشوف بقى ايه، نخصم ال3 لو مش هيأثروا ولا نسيبهم ولا نعمل ايه. مش عارف ايه الصعب في كده. احنا لو بناخد قرار حربي ممكن يبقى اسرع من كده. ايه الصعب في ان انا اطبق لائحه؟ مش فاهم. اتطبقت على غيرك زي الصاروخ، اشمعنى انت؟ وبرضه تيجي ترد على الجماعه المجانين بتوع ايه، يا عم هو انت قادر تنافس؟ يا عم انت وحش، يا عم وحش وزي الزفت. طب ما انت كمان وحش، ما انت لو ما اتجاملتش هتبقى وحش. ما انت لو خدت حقك بس ما خدتش حقوق الناس معاك هتبقى وحش. ده انت ممكن تبقى اوحش مني كمان. فالموضوع سهل وبسيط. طبق يا باشا لائحه زي ما بتطبق على الناس كلها. ويا عم لو انا وحش ما اخدش حاجه، عادي خد انت، ويا باشا هتلاقي كتير يديك. وانت طول عمرك بتاخد وعادي ومحدش بيتكلم. فهي الامور واحده واحده بتتحسم. بس انت يا مغفل يا غلبان يا اللي مش فاهم، انت اللي بتفضل زعلان وتفضل شايل همها قوي قوي قوي. يا باشا الموضوع كله طبخ. طبخه. انت بس اللي عليك ان انت تتفرج على الطباخ وهو بيطبخها، تعمل نفسك مش فاهم، مش عارف المقادير واضحه ايه. ايه الصعب في ان فريق انسحب يتطبق عليه اللائحه زي ما اتطبق على غيره؟ فين الظروف القهريه؟ فين البراكين والزلازل والحاجات اللي حصلت تخليه ان نلاقي له تعديله ولا صرفه نرجع له بيها 3 نقط؟ ما هو يا يتعادل ماتش، يا اما يا باشا خلاص يتطبق عليك العقوبه ويتخصم منك 6 3 و3 زيك زي احد. انت المشكله دلوقتي انا بسال سؤال لاي اهلاوي محترم. هو انت بتفرح بالحاجات دي؟ يعني انت دلوقتي لما تاخد مكسب او تاخد دوري او اي حاجه اي بطوله بالشكل ده انت بتبقى مبسوط، بتبقى فرحان، انت بتنام سعيد يعني. طب انت يعني انا مش فاهم والله، انت اللي ياخد حاجه زي دي كده يبقى مبسوط؟ يعني انت حاجه مش حقك بتاخدها، ولا انت اتعودت تاخد فعادي اي حاجه بتاخدها وخلاص؟ انا فاهم ان انت متعود تاخد ماشي، بس يعني خلاص بقى. خلاص مش للدرجه دي. حاجه مش حقك ما تاخدهاش. والواحد مش عارف يقول استقيموا بصراحه. يعني حتى الدعاء مش عارفين ندعي لكم. يعني بيتهيألي لو الشيطان هيتصلح حاله وانتوا لا. الناس دي مش عارف بتنام ازاي الليل ويجي لها نوم وهي ظلمه بالشكل ده. وهم بيدوا حقوق الناس يعني ملهاش ذنب يدوها لغيرها. ما تفهمش. لا بيناموا يا باشا ويظلموك تاني وتالت ورابع وعادي.